قبل ما نبداو هذا الفيديو كنطلبوا الرحمه والمغفره لهاد البنت اللي توفات، وإن لله وإنا إليه راجعون. الاخوان راه هاد الشيء اللي طرا لهاد البنت راه ماشي عادي، واللي غادي يجي ويناقشني ويبقى يقول لي لا راه هي اللي بغات، لا راه هي اللي مشات للتيران، لا حقا لا حقا، راه هاد النقاش راه خاوي. هضر معايا في العامر. هذاك الشيء كتبقى واحد الحاجه اللي هي اختياريه، وكل شخص عنده حريه التعبير ويدير اللي بغى، وحنا خصنا نناقشوا العمق ديال هذه المساله هذه، وشنو طرا بالتفصيل، وعلاش هاد الشيء طرا، وعلاش هاد البنت هذه توفات بهذه الطريقه هذه. راه الاخوان هنا راه ما كندويوش على بنت تكريسات ولا بنت كاع تغتصبات، راه كندويو على واحد السيده اللي ماتت. وتخيل معايا الاخوان، وسد عينيك واحد 5 ثواني، وتخيل اختك ولا بنتك، راه غيضرك خاطرك، وما غتبقاش تفكر علاش هذيك البنت مشات للتيران، غتبقى تفكر علاش هاد البنت ماتت بهذه الطريقه. هاد البنت هذه سميتها نورا زهير، عندها 29 عام في العمر ديالها، اي كنهضروا على واحد الانسانه اللي هي راشده، خدامه في شركه ديال التامين. شركه التامين شركه التامين. هي بنت كانت محبه وبنت يعني ترونكيل، ما عندهاش حتى علاقه محبه ديال الرجال من زمان. كنهضروا هنا الاخوان على واحد الانسانه اللي خدامه وواعيه، والذنب ديالها انها كتحب واحد الفريق وبغات تمشي تتفرج فيه. من بين جماهير النسور كانت نورة، هي شابة لا تفوت مباراة للرجاء إلا وتقوم بحضورها. هي أشهر مشجعة رجوية ومحبة للفريق الأخضر، وما كانت لتفوت هذه المنازلة المصرية. وهذا الشيء هذا راه مسألة عادية، كون كان واحد التنظيم وواحد التسيير ما كانش غيوقع هذا الشيء كامل. وكيف ما كنشوفوا بزاف ديال الدول راه الناس كتدخل بوليداتها وما كاينش غرام ديال المشكل. ومؤخرا ولينا كنشوفوا الدول الخليجيه وكيدخلوا العيالات وولادهم كيتفرجوا، ولكن ما كنسمعوش هادشي اللي طرا عندنا. هاد البنت هادي الذنب ديالها الوحيد انها كتموت على شي حاجه سميتها الرجاء، ومن شب عن شيء شاب عليه. خويا هي من صغرها كانت فاش كانت صغيره كنت كنصيفط انا مع ولد خالتي كنصيفط للتيران، كانت عزيزه عليها الرجاء، هي الاغاني ديال الرجاء هي والرجاء في الدم. عينا ما نهضروا هي ما كاينش حق لا. بعد جي سميتو قلت لك انا باغا نتفرج في المقابله، عاد هي تجلس في المكانه مع الجمهور تشجع، زعما تكون في هي والرجاء. من 7 سنين وهي كتفرج في هذا الفريق ومتبعها في التلفازه، وفاش سنحات لها الفرصه انها تفرج في التيران ولات كتمشي حتى للتيران، وكثر من هكا كانت كديبلاصا معاهم حتى للدول اللي كيمشيو يلعبوا فيها. نهار 29 ابريل توفات في المقابله ديال الرجاء والاهلي اللي تلعبات في الدار البيضاء في ستاد دونور، اللي كان فيها ومع الاسف واحد التنظيم اللي هو كارثي. تدافع كبير بين المناصرين وبين المشجعين للدخول من هذه البوابة إلى الملعب. ومع الاسف الاخوان وقت ما نقولوا ستاد دونور ونقولوا الرجاء كيوقع شي مشكل. واش هذا المشكل هذا في الرجاء؟ واش في المشجعين ديال الرجاء؟ واش في شي ايادي خفيه ولا مسؤولين كيحاربوا الرجاء؟ والله اعلم. وهنا ندخلوا في التفاصيل ديال هذه الفاجعه اللي طرات نهار الماتش. كما كيقولوا الاخوان كانت هذه السيده شاده الصف بحالها بحال الناس، ودخلت التيران من الباب ديالو، واحد اللحظه طاحت ومده وهي طايحه كيف ما كتشوفوا معايا في هذا الفيديو، وفي الاخير جات لومبيلونس وهزاتها. وداوها المركز الطب الشرعي في حي الرحمه اللي في الدار البيضاء، من التيران لحي الرحمه. وشحال من واحد الاخوان كيقول ان هاد السيده هادي ما ماتش في الطبيب وما ماتش في المستشفى، ماتش في ديك البلاصه اللي كانت طاحت فيها. وحتى من الزوجه ديال الاب ديالها كتشهد بهاد الشهاده هادي. كنا حتى فاش بلغات من عند صاحبتها بانها ماتت، هزوها ميته، لان السيد كان معها في لومبيلونس قال لنا السيده هزوها معنا ميته، باش زعما هزوها حي واحد ما في السبيطار ولا هزوها من تما ميته. وكتقول انها مات في البلاصه اللي طاحت فيها. تخيلوا معايا الاخوان ان الاب ديالها مشى يشوف الجثه ديالها ولقاها مشوهه للاسف، وكان حي هذا الاب هذا حين ربي عطاه واحد الثبات وكيهضر بواحد الطريقه اللي ما تقولش هذا السيد راه مات ليه بنته. وشوفوا معايا هنا ما شفت الامور حاله تميتها حال يرتلها، كلها مدغدغه، مضروبه للراس، مضروبه لرجليها، مضروبه كلشي ما فهميتش، في راسها عامر بالغيث بحال الحاله ديال الورتله ما تبغاش العدو. والله يحسن ليه لها. يعني الاخوان ان هاد البنت هادي راه ماتت في واحد الظروف اللي هي صعيبه، وبهذاك الدفيع وداك الزحام كما كتشوفوا معايا هنا، راه الرجال ونجاو براسهم غير بصعوبه. رغم ان الاخوان ان هاد الشابه الله يرحمها كانت كتبلغ من العمر 29 عام، اي في اوج العطاء ديالها، وكان الطول ديالها متر و84. اللهم بارك. فيها متر و80. متر و84. 84 بنت يعني
كوطي عمرها ما كانت مريضه، ما كتعاني حتى شي واحد نهائيا. بنت يعني من دوك البنات اللي كتعرف انا لقيتها ميته ما قالوا زعما واش قالوا لكم السبب الوفاه؟ ما قالوا لنا حتى شي. اذا كنهضروا حنا على واحد الشابه اللي تبارك الله صحيحه وواقفه وما كتعاني من حتى شي مشكل مرضي وما قدراتش تقاوم هذا الهيجان ديال الجمهور في الدخله ديال الباب. دابا الاخوان تصوروا معايا كون كانوا شي وليدات صغار داخلين مع والديهم وداك القياس ديال 7 سنين 5 سنين وشنو الذنب ديالهم كيشوفوا واحد الفرقه وباغيين يتفرجوا في كوره ويطرى لهم هذا المشكل. راه غنوليو في واحد الفاجعه كبيره هنا الاخوان. كينوضوا العائله ديال هاد السيده اللي ماتت وكيطالبوا بالتحقيق ومن حقهم. باش نوصف لكم الشعور باش كنحسوا الام ديالها راها مصدومه، كلشي مصدوم صراحه. حنا بغينا نعرفوا، بغينا يتفتح تحقيق كازا ايفنت والرئيس ديال الرجاء، بغينا نعرفوا علاش هذا الشيء، علاش هاد الموفيز اورغانيزاسيون، علاش هذا الشيء، علاش يوقع ليها. هي من دائما كتمشي عمر كان عندها مشكل. حيت هاد الظروف هادي فاش ماتت هاد السيده راه صعيبه بزاف وحشومه كاع. ودابا هنا كل شنو تيقول، كاين اللي تيقول هذاك الشيء كان مقصود ماشي حتى لدرجه الموت، ولكن كانوا مقصود ان هذيك السيده كانوا كيعنفوها وكانوا كيتحرشوا بها وكانوا كيجروها وشحال من حاجه، بحكم الاخوان انها واحد البنت اللي عطاها ربي واحد الصوره زوينه في وجهها وتحطات وسط داك الناس. كما كنقولوا الاخوان فاش كطيح البقره كيكثروا الجناو. والسؤال المطروح على الاخوان علاش كيطرى هذا الشيء هذا، ونسمعوا هاد الناس شنو غادي يقولوا. شكون كيتحمل مسؤوليه اختي في هذا الشيء؟ كازا ايفنت مسؤولين ديال الرجاء، كل واحد كان قريب ولا بعيد من هذا الحدث هذا، دونك دائما كندوروا وكنرجعوا لسوء التسيير كيرجع لكازا ايفنت. حيت الاخوان راه داز واحد الماتش ديال الوداد نهار الجمعه وما طراش فيه هذا المشكل وكان كلشي داز بخير وعلى خير. وهنا كنشوفوا في هذه الصور وفي هذا الفيديو تدخل ديال الشرطه كان تدخل قاسي في حق هاد المشجعين هادو. خدموا معاهم الرشاش المائي اللي كيضرب بواحد القوه اللي هي كبيره. ولا مشينا كاع الناس الكبار في التشجيع والدول الكبار راه كنلقاوهم نهار كينوضوا شي مشكل كينوضوه مع الشرطه، كينوضوه مع الامن، ما كينوضوش بيناتهم وما كيطراش مشكل بيناتهم وما كيموت حتى شي واحد بيناتهم. وهنا لا جينا نتعمقوا ما بين الفرق ما بين هاد الناس هادو وهاد الناس هادو، راه غنلقاو كاين واحد الاختلاف في الوعي. راه الناس اللي كتكون واعيه وغادا تشجع ماشي هي الناس اللي حاقده وغادا تشجع. راه واحد كيتفرج وما عجبوش الحال وهو اصلا حاقد على البلاد راه كيقلبها على معامل ينوضها عليا وعلى اعدائي وما كيبقى يتسوق لتا شي حاجه وكيبغيها ترون. وهنا فين عندنا ديك الحلقه المفقوده، خصنا نتوشيو الاخوان هاد الشريحه هادي. راه هاد الناس هادو هما اللي خصهم يوصلوهم الوعي. وشنو كيقول لهم راسهم الاخوان؟ اننا واحد المجموعه منبوذه في المجتمع وما كيحملوناش وداير لينا واحد العزل. اذا حتى حنا غادي نبينوا لهم شكون حنا وغادي ندقدقوا ونهرسوا وما مسوقين حتى شي حاجه. وهنا الاخوان شكون اللي كيدفع الثمن؟ بطبيعه الحال داك السيد الدرويش اللي ما ليه حتى شي حاجه، ولا بحال اللي طرا لهاد البنت هذه اللي مشات غير تفرج وترجع بحالها حتى صدقات ميته. هادشي علاش الاخوان خص هاد الطبقه بالضبط يتعطاها واحد الاهتمام اكثر ويوليو يحسوا براسهم انهم مفيدين للمجتمع. حيت الاخوان بحال هاد الشريحه هادي فاش غادي تولد وغادي تربي راه غادي تربي لك واحد الجيل بحالهم وغنبقاو غاديين غير اللور. وهذا الشيء راه كيعكس الصوره ديال البلاد. المغرب الاخوان غادي في تطور وغادي في النمو وازدهار، وهذا الشيء هذا راه كيضر به. راه غيضر لينا السياحه بدرجه اولى، غيضر لينا النمو الاقتصادي ديال البلاد بدرجه ثانيه، حتى من البطاله الاخوان كتزهد. والتخريب ديال هذه البنيه التحتيه راه كيضر غير الشعب. المغرب راه داخل على واحد التظاهرات كبيره واخرها الترشيح ديالو لتنظيم كاس العالم، وحنا الاخوان راه محتاجين بحال هاد التظاهرات هذه باش تزيد البلاد لقدام وهذا الشيء ينقص. ولكن مع الاسف فاش كنشوفوا بحال هاد المسائل هادو راهم نقاط سوداء للمغرب، وهذا الشيء هذا راه كيشفي فينا العديان الاخوان، وانتم راكم عارفيني على من كندوي. وهنا الاخوان غادي نرجعوا لمساله التنظيم. راه بلا تنظيم راه ما كاين والو. كيفاش يعقل الاخوان ان واحد التيران اللي كيهز تقريبا في الظروف الحاليه 50,000 واحد وانت عندك الجمهور فيه 70,000 واحد؟ كيفاش الاخوان يعقل ان الناس عندها الورقه ديالها وما داخلاش، وحدين غير مسكانين الاوراق وداخلين؟ كيفاش وحدين منخارطين ومقيدين وعندهم لي كارت ديالهم وما يدخلوش وحدين كيدخلوا؟ راه اللي كنعرف انا ان التيران
قطعتي ورقتك بنمرتك غتدخل غتلقى بلاصتك، كيف ما كنشوفوا في الدوريات الكبار. وهنا الاخوان راه كنرجعوا هذا الشيء للمنظمين والمسؤولين، وهاد الوفاه ديال هاد السيده هادي راه في الرقبه ديالهم كاملين. وكيف ما العاده الاخوان، اللي عنده شي حاجه باش يفيدنا يقولها لنا في لي كومونتير، وكنعاود نقولها الله يرحم هاد السيده والله يجعل مثواها الجنه. السلام عليكم.